اتفضل يا خليني محمد. اسالك السؤال المفضل اللي بحب اساله لك كل مره في كل بطوله. مصر كسبت 7 مرات، كوت ديفوار كسبت المره اللي فاتت، المغرب اداء وتطور في الكوره بشكل رهيب. شايف مين اللي يتاهل للبطوله دي ويكسب بيها المره دي؟ هو بشكل كبير جدا طبعا المرشح الاول في قياسا بالقيم السوقيه، اعلى المنتخبات قيمه سوقيه وبكم الانجازات اللي حصلت في البطوله هو منتخب المغرب. منتخب المغرب من سنه 1976 ما حققش البطوله، وبالتالي التحدي كبير جدا بالنسبه له. هو محتاج يكسر حاجز السنوات اللي فاتت، محتاج يأكد طبعا، هو خلاص يعني مش محتاج يأكد ان هو الأقوى في القارة الأفريقية في ظل التطور الكبير، ولكن هي عقدة هذه البطولة محتاج يحلها علشان يبقى خلص على كل الأمور. منتخب مصر في كل حالاته وفي أسوأ حالاته يبقى مرشح كبير. منتخب كوت ديفوار يضم عدد كبير جدا من النجوم المتميزين. منتخب السنغال هو ثاني أكثر المنتخبات قيمة سوقية ومن ضمن المرشحين بقوة، وأكيد الكاميرون.